Mahrez n'a pas donné grand-chose pour l'équipe nationale. مشاهدي قناة اشتي تي سبور، السلام عليكم. فيديو مميز. قبل أيام قليلة قام الاتحاد الإفريقي بنشر لائحة للاعبين وحراس المرمى والمدربين المرشحين لأفضل لاعب لسنة 2023، وأسماء اللاعبين كان من بينهم المغربي ياسين وكذلك الجزائري محرز، وكذلك المدرب المغربي وليد الركراكي، وكذلك المدرب الجزائري بن شيخة. في هذا الفيديو مشاهدينا متابعينا غادي نشوفوا تضارب الآراء في الإعلام الجزائري والابتكارات ديالهم والآراء ديالهم حول المنافسة، سواء بين بونو وكذلك محرز، وكذلك بين وليد الركراكي وبين بن شيخة. غرائب وعجائب في هذا المقطع. لكن قبل البداية مشاهدينا رجاء كنبذلوا مجهود كبير باش نقدموا لكم محتوى احترافي، فرجاء ما تبخلوش باللايك للفيديو واشتراك باش توصل بكل جديد. نمشيو على بركة الله نشوفوا الاستوديو الأول. فاتي اللاعب الذي أكد أن رياض محرز هو الذي يستحق الكرة الذهبية. هو وركراكي على حساب رايي سي ان تري بون ترينور الفافوري، لان دومي فينال سي با ان تيتر. صح، دومي فينال سي با ان تيتر، الحق البعيد مي سي با ان تيتر. التاريخ يحتفظ بالألقاب. بيرفورمانس. لازم التاريخ يحتفظ بالالقاب. راه شوف، الا بديتي كاس العرش راه احسن من انك تمشي للنصف النهائي ديال كاس العالم. راه باش نكونوا واضحين وصافي، باش نوضعوا النقاط على الحروف، ولا لا نعكسوها حتى حنا باش نوضعوا الحروف على النقاط. هادشي اللي كاين. لكم واحد الصوره من الصحافه الجزائريه، وواحد الخبر اللي خصكم ضروري تشوفوه مشاهدينا متابعين. اذا مشاهدينا هذه هي الصوره من صحيفه النهار تيفي الجزائريه. نقرأ لكم: نهضة الكرة المغربية بأموال الحشيش والكوكايين. هنايا طبيعة الحال جولة لتحت تكسب ألقاب الوداد البيضاوي وإنجازات منتخب المغرب مشبوهة بأموال الزطلة. نعم إخواني، لا تستغربوا المقطع ديال البارح جبنا لكم الدراجي اللي كيختلفوا في شي حوايج مع بزاف. اليوم عاوتاني هانتوما، يعني ما كيخليولكش الفجوه حتى فاش تنفس. فاش كيكون شي واحد مثلا كيضحكك وما كيسكتش كيبقى كونتيني، راه هما هادو. كل نهار نكته، كل نهار شي حاجه غريبه، كل نهار شي حاجه عجيبه. كما قلت لكم الفنا على مثل هذه الخرجات الغبيه من الاعلام الجزائري، سواء الصحافه سواء التلفزيون ديالهم. يعني ما شاء الله صافي. وعلى ذكر التلفزيون مشاهدينا متابعينا، هاكم هذا المقطع تا هو اللي تم التداول ديالو بين المغاربه هاد الايام. غراب جزائري يسقط طائرة إسرائيلية من دون طيار للتجسس في سماء الجزائر. وانا شوف، انا قلت لكم غير الخبر وكل شيء ممكن، وانتم احكموا. غالبا مشاهدينا غادي تكون غير تطلع من الشعب المغربي، ولكن راه كل شيء يعني كيجي معهم، حيت راه غير مؤخرا قال لك الاقلاق المجاهد وهذه. المهم راه تقبلوا كل شيء منهم.